في عادات صحية لو عملتها كل يوم الصبح هتبقى أهم خطوة ليك علشان تبني جسمك وتزود من الحجم العضلي بتاعك. أكنك بالظبط عايز تبني بيت كبير ما يتهدش بسهولة، فلازم يكون ليه أساس قوي تقدر تعتمد عليه. والأساس اللي أنت هتعمله لجسمك هي العادات اللي هتعملها كل يوم الصبح علشان تقدر تبني لنفسك جسم قوي. وعلشان كده في الفيديو ده هعرفك على أهم 10 عادات صحية لو استمريت عليها كل يوم الصبح هتزود من الحجم العضلي بتاعك وتعيش حياة بشكل أحسن إن شاء الله. خليكم معانا. وأول عادة مفروض تعملها إنك تحاول تصحى كل يوم بدري في نفس الميعاد. وأنا عارف إنها ممكن تكون حاجة صعبة لكتير من الناس، بس صدقني هيكون ليها تأثير رهيب عليك. فلو خليتها عادة ساعتك البيولوجية هتبقى أحسن، وجسمك هيخليك تنام كل يوم بدري في ميعاد معين علشان تقدر تصحى من النوم، فبالتالي جودة نومك هتتحسن بشكل كبير. والدراسات أثبتت إن النوم بيأثر على التمرين والحجم العضلي، فكل ما كان ليك روتين بتمشي عليه في وقت نومك وجودته كانت أحسن، كل ما هتزود من الاستشفاء والحجم العضلي بتاعك. وتاني حاجة مفروض تعملها إنك تشرب مية أول ما تصحى من النوم، علشان في جزء بتفقده من المية اللي في جسمك عن طريق التنفس وانت نايم. وكمان لو كان الجو حر وبتعرق بكميات كبيرة هتفقد مية أكتر وأكتر، فجسمك ممكن يبقى في حالة جفاف أول ما تصحى من النوم، وخصوصا لو انت مشربتش كمية مية مناسبة قبل ما تنام، ودي حاجة هتأثر على الحجم العضلي بتاعك، علشان الجفاف بيقلل من تصنيع البروتين في الجسم وبيزود من تكسير البروتين في الخلايا العضلية، وعملية الاستشفاء العضلي هتبقى أصعب عليك. فشرب المية أول ما تصحى من النوم هيكون مهم جدا، وخصوصا لو انت بتتمرن الصبح. فالدراسات أثبتت إنك لو اتمرنت وكان عندك نسبة جفاف هتحس بالتعب والإرهاق وهيكون أدائك ضعيف جدا في التمرين. فما تنساش تشرب مية أول ما تصحى من النوم وبرضه على مدار اليوم كله. وتالت حاجة مفروض تعملها إنك تعرض نفسك لأشعة الشمس لمدة من 15 ل 20 دقيقة لما تصحى من النوم، ودي بتأثر بشكل كبير على ساعتك البيولوجية اللي هتحسسك بتوقيت النهار وتظبط هرمونات جسمك. فلما بتتعرض للشمس الصبح جسمك هيزود من إفراز هرمون الكورتيسول اللي هيخلي عندك نشاط وحيوية في بداية يومك، وبالليل هيزود من هرمون الميلاتونين علشان تحس إنك عايز تنام، وبالتالي هيحسن من جودة نومك. ورابع حاجة مفروض تعملها إنك تاخد مكمل غذائي لفيتامين د لو مش بتتعرض لأشعة الشمس بشكل كفاية لما بتصحى من النوم، ومعظم الناس وخصوصا في الشرق الأوسط عندهم نقص في كميته. وفيتامين د ليه فوائد كتيرة جدا للجسم، ومنها إنه بيحسن القوة والأداء في التمرين والاستشفاء العضلي، اللي هيساعدوك بشكل كبير علشان تزود من الحجم العضلي بتاعك. وخامس نقطة هتكلم عنها هي الفطار. فلو انت هدفك الأساسي إنك تزود من الحجم العضلي بتاعك يبقى لازم تدخل جسمك سعرات حرارية مناسبة على مدار اليوم، ووجبة الفطار هتبقى من أهم الوجبات ليك علشان تحافظ على كمية السعرات الحرارية والعناصر الغذائية اللي جسمك محتاجها للبناء العضلي. فبدل ما تعتمد على المكملات الغذائية زي الماس جينر اللي بيكون فعلا فيه سعرات حرارية كتيرة بس معظمها للأسف بيكون من السكر اللي مش هيفيد جسمك، حاول تخلي فطارك غني بالبروتين الموجود في البيض والجبنة القريش والكربوهيدرات المعقدة زي الشوفان والبطاطا والدهون الصحية. وبكده يبقى انت حسنت من جودة الأكل اللي بتاكلها كل يوم الصبح اللي هتزود من الحجم العضلي عندك. وسادس نقطة تعملها أول ما تصحى إنك تحضر أكل تاخده معاك الشغل أو الجامعة لو ما بيكونش عندك وقت تاكل فيه أول ما تصحى من النوم، علشان تضمن إنك تاكل أكل صحي غني بالبروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية زي ما قلنا، وما تديش فرصة لنفسك إنك تجيب فاست فود يكون فيه سعرات حرارية كتير على الفاضي ومش هتكون مفيدة بأي شكل من الأشكال لجسمك. وسابع حاجة مفروض تعملها إنك تحاول تتمرن بعد ما تصحى من النوم، وده مش علشان أدائك هيبقى أحسن الصبح عن بالليل، بس علشان أغلب الناس بتكسل تتمرن بعد الشغل أو الجامعة، فممكن تضيع أيام كتيرة من غير ما تتمرن فيها. فالأحسن تعود نفسك إنك تتمرن أول ما تصحى من النوم علشان ما تكسلش في آخر اليوم إنك تروح الجيم. وده هيخلينا نتكلم عن تامن نقطة وهي شرب القهوة. فشربك للقهوة الصبح هيزود من إفراز هرمون الأدرينالين في جسمك اللي هيحسن من أدائك في التمرين وهيخليك مركز بشكل كبير، وبالتالي هتقدر تشيل أوزان أكتر. وتاسع نقطة هتزود من نشاطك الصبح هي إنك تاخد شاور ساقع. فالشاور الساقع مش هيعمل تأثير مباشر على زيادة الحجم العضلي، بس لو انت خدته الصبح هيزود من نشاطك وتركيزك وبالتالي هتقدر تتمرن الصبح. وكمان الشاور الساقع بيقلل الالتهابات في جسمك، ودي نقطة مهمة تانية علشان لو في التهابات كتيرة عندك هتقلل من بناء العضلات في جسمك. وعاشر وآخر نقطة هي إنك تهتم بكمية البروتين في الفطار بتاعك. فزي ما احنا عارفين إن البروتين مهم جدا لزيادة الحجم العضلي، وعلشان كده أنصحك تهتم بكميته في وجبة الفطار بتاعتك علشان تاخد كفايتك من البروتين على مدار اليوم، وما تبقاش وجبة الغداء بس هي اعتمادك الأساسي على البروتين.
ولو مش عارف تزود من كمية البروتين من الأكل بتاعك، ممكن تعتمد على مكمل غذائي من البروتين كعامل مساعد، بس الأساس بتاعك هيكون نظامك الغذائي. يبقى ملخص الحلقة بسرعة إنك تصحى بدري كل يوم وتشرب كوباية مية أول ما تصحى، وتاخد شاور ساقع، وبعدين تعرض نفسك لأشعة الشمس أو تاخد مكمل لفيتامين د، وتهتم بالفطار بتاعك وتركز على كمية البروتين اللي فيه. ولو مش هتقدر تفطر، جهز الفطار قبل ما تنزل وخده معاك الشغل، وتحاول تتمرن الصبح، وممكن تشرب قهوة قبل التمرين علشان تزود من تركيزك والأداء بتاعك. أنا كده خلصت، يا رب يكون كل واحد فيكم استفاد من الفيديو وطلع بمعلومة جديدة. ولو انت حابب تعرف معلومات أكتر عن التغذية وتحسن من صحتك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل علشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. ولو لسه في أي حد عنده استفسار أو عايز نتكلم عن موضوع معين، اكتب في الكومنتات وأنا هرد على كل الناس إن شاء الله. كان معاكم دكتور محمود العطار من فيت باي ساينس. شكرا ليكم.